الاذن البارزه او البروميننت اير، او في ناس بتطلق عليها الاذن الخفاشيه او الوطواطيه، احنا يعني ما بنفضلش اللفظ. عمليه مهمه بترجع ثقه الاطفال في نفسهم بدرجه كبيره جدا. ازاي؟ تابعوني. انا دكتور احمد الادور، استشاري جراحات التجميل. مفهوم الاذن البارزه هي عمليه من ضمن التباينات الخلقيه اللي ربنا ميز بيها بعض الاطفال، بيبقى عندهم الاذن بتبقى بارزه شويه عن الراس. المفروض ان في مسافه وقياسات طبيه، المسافه ما بين صوان الاذن والراس. في الاطفال دول بيبقى الاذن بعيده عن الراس، فبيدي شكل جمالي مش كويس. وفي نفس الوقت بيبقى عندنا غضاريف الاذن فيها تضخم في بعض الحالات، لكن اغلب الحالات بيبقى عندنا حاجه اسمها الانتي هيليكال فولد، اللي هو الصوان الاذن الداخلي عند الناس كلها. ده مش بيبقى ديفيشنت عند الاطفال دول، مش بيبقى متكون. طب الحل في الموضوع ده ايه؟ ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل عمليه جراحيه. العمليات الجراحيه غالبا بنجريها عند سن من 5 ل 6 سنوات. ليه؟ علشان حاجتين. اول حاجه علشان هو ده السن المناسب، بنكون اكتر من 85% من نمو غضاريف الاذن والتشكيل الكامل للاذن بيكون اكتمل. ثانيا بيفضل ان السن ده بيبقى قبل دخول المدارس علشان الطفل ما يتعرضش لموضوع البولينج او التنمر من زمايله في المدرسه، وهم ممكن يقعدوا مثلا ينتقدوا شكل ودنه او كده. العمليه بسيطه جدا، بتتعمل بمخدر كلي، وفي بعض الحالات كتير جدا بنعملها بمخدر موضعي. بنفتح فتحه خلف الاذن. الفتحات دي مش الجرح ده مش بيبقى باين انه بيبقى خلف الاذن، بتستغرق في كل اذن حوالي ساعه، يعني التوتال عمليه ساعتين. بنلبس حوالي مشد او كرسي لمده 10 ايام، وبعد كده بنشيله وبنلبس هيد باند او بندانه زي اللي بيلبسوها لعيبه التنس، بنفضل لابسينها لمده شهر ونص. اهم حاجه ان احنا نتجنب ان احنا نتخبط في الاذن في الفتره دي علشان خاطر العمليه تعدي بتمام. عمليه تجميل الاذن البارزه من العمليات المفيده جدا جدا، واللي بتفرق في حياه الطفل كتير جدا. رجع ثقتك بنفسك. كل ام عندها ابن بيعاني من المشكله دي ابعتوا لنا على رسائل الصفحه واحنا هنرد عليها.